يحمل بشائر خيرك وعفوك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية وتوفيقا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا في هذا الصباح طيب الحياة وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الختام، وارزقنا يا رب قدرا جميلا ورزقا واسعا ودعوة مستجابة. يا صباح الفل والورد والياسمين على أجمل متابعين. يلا كده بينا طاقة إيجابية، نعمل حاجات حلوة، نوفر على نفسنا. كل يوم بعمل معاكم وصفة. عملت معاكم من كام يوم الفول المدمس، قلت لكم جبت ب20 جنيه وشفتوا عملت كام كيس. النهاردة بقى عايزة اقول لكم كل العجينة اللي انتوا شفتوها دي، عايزة اقول لكم انا جبت ربع كيلو فول مدشوش، والله العظيم مش فاكرة كان ب6 أو ب10 جنيه. تمام. وجبت حزمتين كرات وبصلايه واحده وكمان 10 فصوص توم، وهنعمل شويه طعميه. والله العظيم والله العظيم الطريقه دي عايزه اقول لكم هنعملها دلوقتي في طريقه في العجان. ونحط لها، شفتوا الطعميه الاصليه اصلا بتتعمل بالحجر. تابعوا بس الفيديو للنهايه وهتتعلموا حاجات كتيره والله العظيم وهنستفاد من بعض. بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، لان انا ناويه كل حاجه نعملها مع بعض حلوه ونستفاد ونعمل حاجات كتيره حلوه قوي في البيت. تمام. جبت بقى الفول، عايزه اقول لكم عشان تاكلي شويه طعميه زي العسل انقعي الفول المدشوش من بالليل. تمام. جيبي الكبه بتاعتك، عايزه تعمليها في الخلاط، انا عملتها معاكم قبل كده في الخلاط عادي، عملتها معاكم في رمضان في الخلاط. تجيبي بقى ايه تحطي، انا جايبه 3 ربطات كرات. تمام. لان انتوا عارفين الطعميه بتحب بقى الكرات ده. وجبت بصلايه كبيره، اللهم صل على النبي، و10 فصوص توم. بس في الوقت ده الميه كان بتغلي، هنعمل ايه شويه مكرونه، هنعمل غدا حلو مع بعض وسريع. صلوا على النبي بقى وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. وعايزه اقول لكم طول ما انتوا واقفه في المطبخ كده افضلي استغفري وصلي على الرسول بنيه اي حاجه انت عايزاها، وان شاء الله هتجربي وكل اللي نفسك فيها يتحقق. بحبكم في الله. حطيت مكرونه كده، انا بصراحه بحب نوع المكرونه ده قوي. نرجع بقى بينا للطعميه. تمام. نضرب بقى كل الكلام ده. حطيت 10 فصوص توم، حطيت بصلايه كبيره، حطيت شويه فول وببدا اضربهم كويس في الكبه. عايزه اقول لكم الفول عشان منقوع من بالليل ما بياخدش وقت خالص في الضرب. وتجهزي جنبك ربع كوبايه ميه، تبداي تحطي نقطه نقطه، ما بتنزليش بيها مره واحده، وتضربي وهكذا. المره الجايه يعني هنفضي ده في بوله، هنحط الكرات بقى مع الفول المدشوش اللي فاضل. بصوا اللهم بارك، انا ولا حطيت بيكنج باودر ولا بيكنج صودا ولا الحاجات اللي هم بيحطوها عشان الطعميه تبقى هشه. هقول لك ايه دلوقتي اللي هيخليها معاكي حلوه. اول حاجه تضربيها في الخلاطه، تضربيها في الكبه، تسيبيها شويه حلوين، يعني مثلا 10 دقايق في كل مره. ان الطعميه اصلا في المطعم بيبقى طول النهار حاطين عليها الحجر، اللي هو بيبقى بقى كميه كبيره بيعملوا طعميه، بيبقى شغال طول اليوم. هو ده اللي بيخلي الطعميه معاكي هشه، ولا بيكنج باودر ولا الحاجات التانية دي. انا بعملها معاكم طبيعيه ومن غير اي افتكاسات. والله العظيم اشهر طعميه بتحبوها تحبوا تاكلوها من اكبر مطعم في مصر. عايزه اقول لكم الطريقه دي جميله وبسيطه وما فيهاش اي افتكاسات، بس هنعمل لها حاجه كده في سر بقى، يعني مش هتشوفيه على اليوتيوب كله، محدش عمل الحركه دي. ايه بقى ده؟ بعد بقى تعب وحاجات كده كتيره جبت لكم الحل. انا عملت شويه طعميه كمان، احشيها بسطرمه، احشيها جبنه موتزاريلا، جبنه بيضه، جبنه مثلثات. هنعمل شويه طعميه عسل. تمام. عايزه اقول لكم هي عملت معايا اللهم بارك حوالي 5 اكياس، لان دول ربع كيلو. بصوا شكلها عامل ازاي. في الوقت ده هنحط لها ايه، هكمل لكم كلامي. هحط لها حوالي معلقتين كبار كزبره وملح. اللهم صل على النبي، الطعميه ما بتحطلهاش توابل غير كده، كزبره ناشفه وملح. تمام. كده قلبتها كويس. في الوقت ده بقى هجيب لها العجان يا غزل، والله العظيم العجان. ونجيب البتاعه بتاعه العجان اللي هي الحديد دي، وسبتها حوالي في العجان ازيد من ربع ساعه والله العظيم. بس طلعت شويه طعميه هشه ومنفوخه وزي العسل زي ما شفتوها في بدايه الفيديو. يعني اللهم بارك. الشويه دول 10 جنيه، قولوا 10 جنيه. احنا بقى لو عايزين نجيب ب10 جنيه عجينه، هو كيس واحد وهيعمل لك 4 اقراص بالعدد. طب وليه؟ طب ما ده بدايه هنوفر في حاجات تانية. المكرونه يا بنات بشطفها، شلت في الوقت ده كوبايه ميه من سليق المكرونه. هعمل لكم برده شويه مكرونه زي العسل، وبحط شويه زيت كده على المكرونه وبقلبها عشان ما تلزقش في بعض. تمام. نيجي للعجان، شايفين بقى المضرب ده اللي هو الحديد، وسايباها بقى كده اللهم بارك. بصوا زي كانها بتتعمل في المطعم بالحجر. لو ما عندكيش العجان هتعملي ايه طيب؟
وقفي الخلاط، اضربي وقفي، اضربي وقفيها. عندك الكبه اعمليها جامد برضو، اضربيها شويه محترمين في الكبه، هتطلع حلو معاكي. بس بقى لو عندك العجان، بعد ما تضربيها في الكبه او الخلاط نزليها في العجان، هتاكلي احلى شويه طعميه ممكن تجربيهم في حياتك. طبعا انا بشتغل العجان يعني سايباه في الطعميه، وقلت اعمل ايه، شويه توم بفلفل، اخد منه شويه للمكرونه وشويه هنعمل بتنجان وفلفل وبتاع. عايزاكم تركزوا في طريقه المكرونه دي، حلوه قوي 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 والله العظيم، طعمها زي العسل. هقولك تحط حاجات معينه فيها، بصوا هتعشقوا المكرونه، احلى صلصه ممكن تجربوها. ومعايا هنا كنت جايبه، كان عندي صدرين فرخه تبلتهم. طبعا انا كنت لسه عامله معاكم كان عندي اوردر اللي هو بتاع الاستريبس وكده، فكنت عامله معاكم الطريقه. انا مفرزه بصراحه، كان عندي صدر فرخه عملته. هنا بقى معايا عين فيها سمسم، والتانية دي فيها اللهم صل على النبي كزبره ناشفه مجروشه عشان نعمل بيها الطعميه. معايا بقى بسطرمه، انا هعمل لكم حشوات زي اللي انتوا بتجيبوها من المطاعم في القاهره، بس هقول لكم ايه بقى، انا عامه لما نيجي نحمر بقى في يوم الجمعه ولا مثلا نعمل فطار، انا هحشيها ساده. يعني احنا عندنا الطعميه بنحبها ساده، بس انا لازم اعمل كده، دي قناه. وفي ناس بتحبها بالبسطرمه، في ناس بتحبها بالجبنه الكيري. انا دلوقتي عاملاها بالجبنه الموتزاريلا اللي هي الميكس، وعملت 2 بالبسطرمه، وعملت ساده عامله يعني، وعامله بالجبنه الكيري. هوريكم دلوقتي بسم الله ما شاء الله. بحط على الوش بقى، بحط ايدي شويه على السمسم وشويه ببل ايدي الاول، بمسك السمسم وايديا مبلوله، وبحط على السمسم اللهم صل على النبي كزبره ناشفه. شموا بقى كانكم في مطعم فلافل. جبت معلقه سمنه وشويه زيت، حطيت بقى ايه معلقه توم كده صغيره، دقه معاها فلفل اخضر وفلفل احمر، تمام. اول ما بتدبل معايا بنزل بالصلصه، مطلعه طماطم طبعا متفرزه، الحاجات دي بتبقى خير وبركه في البيت. وانزل بكيس صلصه طماطم، واحط بقى التوابل ايه، ملح وفلفل اسود، مكعب مرقه، كمون وكزبره، توم باودر وبصل باودر، وحطيت بابريكا، توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل اسود، كمون وكزبره، توم باودر وبصل باودر، ومكعب مرقه، وطبعا شويه سكر. احلى صلصه ممكن تجربوها. ولما بتتسبك بنزل عليها بكوبايه الميه اللي انا عاملاها، اللي شايلاها على جنب بتاع سليق المكرونه، بتخلي قوام المكرونه حلو قوي. دي جبنه ميكس فيها موتزاريلا على رومي على شيدر اللي انا قسمتها معاكم دي. لو انت بقى عايزه تجيبي 10 جنيه طعميه، بقولك كيس واحد من ده. انا جبت ربع كيلو. ليه بقى؟ لان الطعميه مش زي الفول، مش بتحب تقعد في الفريزر كتير، فبجيب ربع كيلو بربع كيلو. انا كده مش وفرت على نفسي؟ لا اكيد وفرت على نفسي. هي ايه اللي حصل، نقعتها من بالليل وضربتها تاني يوم في الكبه، الكلام ده كله ما خدش في ايدي تلت ساعه يعني، تمام. وعملت الفول معاكم قبل كده، كنت جايبه برده ب20 جنيه. عايزه اقول لكم عمل لك شويه اكياس محترمه يعني، نص كيلو. فكده عملت الفول والطعميه في البيت. انا دلوقتي لو عايزه اروح اجيب فطار من المطعم، مش هيكفينا ب20 جنيه فول و20 جنيه طعميه مثلا، انتوا فاهمين؟ طب ليه كل يوم 40 جنيه؟ ليه؟ رغم ان التكلفه دي كلها هي ب30 جنيه، وهتقعد معايا فتره طويله. انتوا فاهميني؟ طبعا الدنيا بقى فيها مصاريف كتير وفي التزامات كتيره، فلازم نعمل حاجات هتنفعنا على قد ما تقدر. واستنوا الفيديوهات الجايه لان ان شاء الله هتعجبكم، في افكار جديده وحاجات حلوه هنعملها مع بعض. فما تنسونوش بقى باللايك والاشتراك. نقلي بقى شويه بتنجان وكده. بصراحه الاكله دي يعني قلت هعمل ستريبس وهعمل مكرونه وكده، شويه بتنجان وشويه بطاطس محمره، احلى غدا. شغلي مخك وقدمي الاكل بطريقه حلوه، كانكم حسسي كده جوزك وعيالك ان انتوا قاعدين في مطعم، ان انتي مهتميه بيهم، ان انتي بتحبيهم، مش بس اللي هو يلا عك وربك يفك زي ما بيقولوا. لا لا لا، قدمي الحاجه بطريقه حلوه، بطريقه نظيفه وطريقه شيك. العين دايما اقول لكم العين بتاكل قبل البق. نجيب بقى شويه زيت علشان نقلي الاستريبس. طبعا انا كان فاضل عندي شويه دقيق عليهم خرطه الاستريبس بالتوابل اللي انا كنت عاملاها فاكرين في الاوردر. طبعا الدقيق ده والحاجه دي كان بتاعتي انا، انتوا فاهميني؟ فشلت شويه على جنب وبدات اعمل نفس الحركه اللي انا عملتها معاكم، شويه ستريبس زي العسل. وبصراحه كان بقالي كتير ما عملتش مكرونه بصلصه، وانا بعشق المكرونه، بسيب فيها كده شويه صلصه زياده وفيها سنه شطه يا سيدي. طبعا الفلفل بتاع البتنجان بصوا عايزه اقول لكم حراق جدا كده، بصفيه كويس. طبعا كنت حاطه لها رشه ملح. وعايزه اقول لكم البتنجانه دي زي العسل، مسكره قوي اهو.
انا جايبه بصراحه الطعميه، فقلت ايه ده بقى، الشتا داخل علينا ولازم الحاجات دي تكون عندي في التلاجة، لازم اكياس الفول والطعميه دي تكون موجوده عندي في التلاجة. عامله الفول ضرباه في الخلاط اللي هو فول السندوتشات دوت بتاع المطاعم، عملته. عايزين بقى الفيديو دوروا عليه هتلاقوه عندكم على القناه. واطلع كيس طعميه، حمر البطاطس عندي مش بحبه كده بالطماطم، اقلي بيض ببسطرمه، بيض عادي. الحاجات دي حلوه. الفطار ده احنا كمصريين بنحب الفول والطعميه والبتنجان والبطاطس والمش اللي هي الجبنه القديمه، بنحب الحاجات دي وبتبقى حلوه قوي في البيت. تمام. اهو حمرت الفلفل وطلعت البتنجان وخلاص، كنت بحمر الاستريبس والبطاطس كانت قربت خلاص. هنا بقى عارفين التومه اللي انا كنت عاملاها بالفلفل للمكرونه، سبت فيها شويه، زودتها ليمونه كامله وحطيت عليها شويه خل وكمون وكزبره وملح، وهي دي دقه البتنجان، وكل شويه بتنجان زي العسل. تمام. اهو طلعت البطاطس بقى عشان ما تشربش زيت، قبل ما انزل بيها في الطاسه قبلها ب10 دقايق كده بنقعها بخل وملح، تبقى طعمها حلو قوي، بتبقى ناشفه وما بتشربش زيت. الطماطم كانت سبكت، نقلبها بقى، عسل، ملح وفلفل اسود، كمون، كزبره، توم باودر وبصل باودر، مخليين المكرونه زي العسل، وتنزلي بمكعبين مرقه ورشه السكر. تمام. وطبعا التومه بالفلفل اللي احنا عملناها الاول، طريقتها حلوه ولذيذه، تحفه تحفه، احلى من الطريقه اللي انتوا بتعملوها ببصل. لا، هي تومه بقرن فلفل يا سيدي على الجمال والحلاوه. وشيلي كوبايه ميه من سليق المكرونه، يبقى انزلي بيها في التسبيكه بتاعه الصلصه بتاعه المكرونه، بتخلي قوامها حلو قوي. بصوا، حطيت في كل طبق بقى كام واحده ستريبس وشويه بطاطس وشويه البتنجان. بصوا الاكله شكلها عامل ازاي، ويوم خفيف وبسيط. بحبكم في الله بقى، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واكتبوا لي كلمه حلوه، ولو عايزين حاجه معينه اعملها معاكم الفتره الجايه اكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله نعملها مع بعض. يلا اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.